السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. كنت عايز اوريكم بس اللانشر الجديد وازاي تحملوه. هسيب لكم لينك التحميل بتاعه في الكومنتس تحت. تمام. اللانشر للاسف مفيهوش فيريفاي، يعني انت كان عندك اللعبه على البي سي بس دلوقتي محتاج لانشر جديد، فانت هتضطر تنزل اللعبه من الاول. انا حاولت بكذا طريقه اعمل فيريفاي او انقل فايلات اللعبه ما بتقراش، فهتضطر تنزل اللعبه من الاول. تمام. بس اعرف كده قبل ما نبدا الفيديو، ويلا بينا على الفيديو على طول. يا ريت يا جماعة، بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أعرفكم إن أنا تعبان اليومين دول، فممكن ما أقدرش أنزل فيديو بكرة أو حاجة. يا ريت تدعوا لي عشان أنا فعلا تعبان جدا. والنهاردة هيبقى منه شود يو سمن على الشخصية الجديدة جلدة، وهيبقى منه فاست فارم تيم للنيو بوس باتل، وهاي سكور تيم زي ما انتوا هتشوفوا كده. فيا ريت يا ريت يا ريت آه عشان 70% من الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي مش مشتركة في القناة. يا ريت تشترك في القناة عشان تقدر تدعمني، وكمان عشان زي ما قلت لكم انا مقدم على الافلييشن بتاع جراند كروس، فمحتاج اكبر عدد من الداعمين يعني. ويلا بينا على الفيديو على طول. احنا اول حاجه هنعملها هنعمل شوت يسمن على جلده. طيب يا جماعه، جلده بتعمل ايه؟ الباسيف بتاعتها ابلاي فيرست لايف ستيل تو ذا هيرو at the start of the battle, then breathe of generation for 5 turns. Increase basic stats for demon allies by 30% of the hero's regeneration rate up to 20%. يعني بتزود 30% demon basic stats على الهيروز ريجنريشن بتاعها up to 20%. the hero is given an additional raise demon. يعني هي الريز بتاعها زي ما انتم شايفين كده هو unknown. الريز بتاعها unknown، بس هي لما بتنزل مع الديمون بتنزل على انها ديمون. تمام. In addition the hero recover 10% of the max HP. يعني بيرجع لها 10% من الماكس اتش بي بتاعها لما يبقى فيه دامج تيكن، وبيبقى كمان الدامج تيكن ده decreased by 10%. up to 50 at the start of the allies turn. يعني لحد 50% damage taken decrease، ولحد 10% اتش بي recovery في اول ترن. بيقول لك بقى الفيرس اوف لايف اللي هي اللي فوق دي، الفيرس اوف لايف the hero gain up to 4000 400,000 additional HP based on demon allies life steal amount. يعني كل ما بتضرب بالديمون الايز تعمل لايف ستيل، هي بتاخد من اللايف ستيل دي لحد 400,000 لايف ستيل. و لايف ستيل اماونت فروم انيميز، يعني بتسرقه من الانيميز. اكسكلود ذا كاونتر ستانس سكيل، يعني لو كاونترت وعملت ريكفر ما بتتحسبش في الباسف بتاعتك. بريس اوف ذا ريجنريشن اميون تو ريكفري ريليتد ستات ريستريكشن. يعني ما ينفعش يتعمل لها انفكت وما ينفعش يتعمل لها ريكفري ريليتد ستات ريستريكت. يعني من الاخر هي هتلايف ستيل. فشود يو سمن بصراحه لو انت فري تو بلاي ومعاك ارثر، شوت لازم تسمن عليها لانها قويه جدا، وبالذات في البي في بي لانها بتكاونتر ارثر. لو انت فري تو بلاي ومعكش ارثر زي كده، لا، سمن على ارثر الاول. جبته لسه معاك جيمات، سمن عليها. معكش جيمات مش ورثة ان انت تسمن عليها لو انت ما جبتش ارثر، لانها هتنزل في الجنرال بول. انما ارثر عشان فيستيفال مش هينزل في الجنرال بول. الجنرال بول دي اللي هي الشخصيات اللي بتبقى موجوده على طول في البانرات. يعني زي ما انت شايف كده البانر بتاعتها اصلا يعني بانر عاديه جدا، مش ورث ان انت تطلع عليها جيمات لو انت معكش ارثر. ارثر ورث اكتر لان اول حاجه شخصيه قويه، والبانر بتاعته احلى بكتير منها. تمام. فشود يسمن على جلده لو انت فري تو بلاي. من الاخر لو انت فري تو بلاي ومعاك ارثر سمن عليها. لو انت فري تو بلاي ومعكش ارثر، لا، ما تسمنش عليها. هات ارثر الاول، ولو اتبقى معاك جيمات سمن عليها. هي وارسنال هيمشوا يوم 4/1. تمام. فانت لسه معاك وقت، معاك اسبوعين، ومعاك اللوجن، ومعاك كذا حاجه تقدر تستخدمها عشان تجمع الجيمات. انا قبل ما ارسنال يمشي بيوم هكون جبته، يعني هكون وصلت ل 900 جيمز. انا في العادي الفيستيفال بانرز بوصل 900 على طول، لان انا حظي جميل الحمد لله، فبوصل على طول 900 عشان اقدر اجيب الكاركتر. تمام. بس هو ده كان الشوديو سم. ودلوقتي هيبقى الفاست فارم تيم بتاع الفاينل بوس باتل، جالان وميلاسكيلا الفاست تيم والبوينتس تيم. طب يا جماعه البوينتس تيم من الاخر يعني مش لازم تلعبوا بالكومبينيشن دي. البوينتس تيم ده بيتبني على اساس ايه؟ بيتبني على البيزك ستاتس. انت كل ما يبقى البيزك ستاتس بتاعتك عاليه كل ما تاخد بوينتات لما تخلص. وطبعا لازم تكمل المشينات والاوث. يعني الاوث ده بيديك زي ما انت شايف 15% زياده، 15% زياده، والالتيميت موف بتديك 20% زياده.
فالتركايه في ان انت تاخد بوينتات عاليه مش انت لازم تلعب بنفس التيم ده، لا، ان انت تلعب بتيم فيه بيزك ستاتس كتير. انجلز، بس هو بيقول لك هنا في الاوث ما تلعب من غير لودوشيال، ولودوشيال من من الانجلز اللي بيدوا بيزك ستاتس كتير. فانت كده لو حطيت لودوشيال هتلعب هتقفل دي وتلعب بدي وهتخسر 15%. فما انصحكش تعمل كده. فده تيم بيزك ستاتس عاليه. طبعا لازم يبقى معاك ماترونا ريليك، ليز عشان البيريفاي، وسكادي لازم يبقى معاك الريليك بتاعها عشان الدمج، وديان عشان الستانس. فانت ده التيم اللي تقدر تلعب بيه تجيب بوينتات عليه. فاست فارم تيم هو الهيومن تيم يا كبير. بدل يوري، بدل يوري قدام تحط اللي هو جريس، هوريه لكم دلوقتي. جريس تحط جريس عشان بيدي في الباسيف بتاعته اتاك ريزيست حلوه في البي في اي، تمام. وتحط في الباك لاين ممكن تبقى جينا عشان يديك اكسترا انكريس بيزك ستاتس، او ممكن تبقى اي لز من اللزات، لز مش اليزابيث، لز اللي هي دي او دي. لازم يبقى معاك الهوليريك بتاعها، لان الهوليريك بتاعها بيديك 10%، زي ما هتشوفوا كده في البي في اي بيديك افكتد 50% انكريز اتاك لثلاث ترنات. يعني انت طبعا هتخلص الفايت في ثلاث ترنات حرفيا، فانت الاتاك هيفضل معاك على طول. فده فاست فارم تيم. اول حاجه هلعب بالبوينتس تيم، اوريكم بتتلعب ازاي، وبعد كده هلعب بايه الفاست فارم تيم عشان اعلمكم برضو ازاي تقدروا تخلصوا الفاست فارم تيم في الثلاث ترنات. لان الترن الاولاني بيبقى فيه قصدي الترن التاني سوري بيبقى فيه امورتاليتي. فده البوينتس تيم زي ما انتم شايفين كده. احنا بنبقى على طول عايزين نخلص من ميلاسكيلا الاول عشان هي اللي بتعمل لايف ستيل وبتهيلهم هما الاثنين. فبنبقى عايزين نخلص من ميلاسكيلا، فايه بنبدا نضربها زي ما انتم شايفين كده. نسيت اقول لكم الميشنات. الميشن ان انت تكلير وكل الهيروز عندك 50% اتش بي، اعلى من 50% اتش بي. ريموف 5 بافس فروم انمي، عشان كده جايبين الباف كانسل بتاع سكادي والباف كانسل بتاع ليز. بس الباف كانسل بتاع ليز خدوا بالكم ما بتحسبش تحت دي، عشان الباف كانسل بتاعها مش سكيل، الباف كانسل بتاعها يونيك. فلازم تريموف الباف بسكادي كارد، تمام. ريموف 10 دي باف فروم الاي يوزنج سكيل ويز بيوريفاي افكت، لازم تعمل بيوريفاي عشان كده جايبين ليز. تريموف 10 دي بافس وكلير وذا تيم اوف فيميل هيروز، ده عشان احنا كده حاطين التيم اوف فيميل هيروز. احنا بنبقى عايزين نخلص على ميلاسكيلا زي ما انتم شايفين كده. احنا هنبدا نعمل ايه بيوريفاي ونقوم ضاربين سكادي جارد. هنستنى الجالاند يحط على نفسه ال اسمه ايه البفات، لان هو بيحطها الترن التاني زي ما هتشوفوا كده. هبدا بس اضربه اعمل تشيب دامج كده عشان اخلص. طبعا انا اول ما بدات حطيت الستانس بتاع ديان عشان الدامج يقل، عشان انا معايا الريليك بتاعها زي ما انتم شايفين كده بيعمل بيشنس في معظم الضربات، ما بيعملش تقريبا اي دامج عليا. وطبعا لازم ما تضربش الالت عشان الالت ايه بتتحسب في البوينتات زي ما انتم عارفين. فايه انا هضرب كده عشان اخلص الفايت ده بقى بسرعه. هو ما حطش البافس على نفسه بس هو بيحطها في العادي يعني. فايه هستنى ترن كمان، وطبعا هعمل له ريموف للالتيميت موف جيج، عملت له ديكريز للالتيميت موف جيج عشان ما يضربنيش الت، هي مش ناقصه اصلها. هي تقريبا الالت بتاعته هي اللي بتدي البيزك ستاتس، انا ما قريتش الفايت كويس. فانا هعمل ايه هعمل ستانس واقوم ايه قافل الكاردات التانية، او مش قافلها هحرك بس الكاردات زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده تعبان جدا، فيا ريت تدعوا لي. اول ما تخش الترن التاني هيتعمل لك ديكريز التيميت موف جيج باي 3 باي 3 جيج، فما تقلقش يعني من الالتات اللي بتستك في ايدك دي. انا هبدا اضرب ايه السكادي ريموف بافس عشان ابدا ريموف 3 باف منه ونخلص بقى. وهوست بقى شويه ايه هوست الاي وي بتاع اسمها ايه، واقوم محرك كارد كده زي ما انتم شايفين كده. الدمج عالي شويه 220,000. انا معايا الريليك، والريليك بيبدا يستاك كمان. الريليك اللي في اللي في مع باترونا في الباك. ونصيحه احطوا بلو باترونا، يعني بلو باترونا الباسيف بتاعتها بتديك انكريز بيزك ستاتس. انت محتاج بيزك ستاتس عشان زي ما قلت لكم تي تاخد بوينتات عاليه، فمحتاج بيزك ستاتس. ده انا حطينا تاونت ديان، هنقوم ضاربين سوري ميلاسكيلا سنجل تارجت. ما تقلقش الفايت مش صعبه خالص، بس يعني نصيحه مني تستخدمه في ان انت تخلص من ميلاسكيلا الاول. زي ما انتم شايفين كده عليه امورتاليتي، تخلص من ميلاسكيلا الاول عشان بتدي لايف ستيل جامده قوي.
بعد كده تبدا بقى براحتك انت تريموف بافس بالسكادي كارد. وخد بالك ما تعديش التمانية تيرن عشان دي في المشينات، يعني لازم تقتله قبل ما التمانية تيرن يخلصوا. تمام. او انا هبدا ريموف البافس بتاع اسمه ايه جالان. وابدا ايه هضرب الاي وي بتاع ليز زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هقوم ضارب ايه السنجل تارجت على ميلاسكيلا. او زي ما انتم شايفين كده فوق عمل لي العلامه اللي بتقول لي ان انا خلصت الميشن بتاعه الريموف 5 باف فروم انمي. فبعد كده بقى هبدا ايه اتشيب دامج عشان ايه نخلص. زي ما انتم شايفين كده الدامج عامل ازاي 280 الف دامج. طبعا احنا مش عايزين نضرب التات عشان الميشنات زي ما قلت لكم. الاوث قصدي، سوري مش الميشن، الاوث ده اللي انت بتحدده. فانا محدد ان انا مش هضرب التيميت، وان انا ما العبش بلودوسيل، وان انا اخلص في 8 ترن. فعايز انجز بقى اخلص ال 8 ترن بسرعه وننجز. فدلوقتي هعمل ايه هضرب السنجل تارجت بتاعت ديان، السنجل تارجت بتاعت سكادي عشان نخلص. وهبدا ايه احرك اخد تاونت ليفل 2. زي ما شايفين كده هيلسي ما قلش تقريبا خالص. ولو قل شويه بقوم ضارب الاي وي بتاع ليز. زي ما انتم شايفين كده هيلسي مليان، بقوم ضارب الاي وي بتاع ليز عشان ايه يهيلني عادي جدا، مش لازم اضرب الالتات. الراوند الجاي بقى هضرب الستانس الليفل 2. وبعد كده هقوم ضارب كل السكادي كاردز عشان ايه اعمل اعلى دامج بقى ممكن ونخلص منه زي ما انتم شايفين كده. زي ما شايفين كده الدامج 200,000 في سنجل تارجت. دي حاجه مش وحشه ابدا. زي ما شايفين كده هيلث 1 حرفيا. فانت خلاص الترن الجاي. ومشينا على ال بتاع. ممكن نبقى طولنا شويه ما عملناش في الثمانيه ترن، بس هنشوف ان شاء الله نبقى عملناها في الثمانيه ترن يعني. بس خلاص هنقوم ضاربين ايه السنجل تارجت بتاع سكادي. بس احنا ما عملناش الريموف من على نفسنا لان ما نزلناش ريموف دي باف كارد زي ما انتم شايفين كده. بس مش مشكله، بوينتاتنا هتبقى عاليه ان احنا مشينا على معظم الاوث والميشنات. هنشوف كده البوينتس بتاعتنا تبقى عامله ازاي. طبعا البيزك ستاتس بالسكادي ريليك واتورونا ريك 4200 مش وحش ابدا. زي ما انتم شايفين كده ما عملناش بس اللي هي الريموف 10 دي بافس وخلصنا. ما عملناش بس الكلير ويزن 8 تيرنز. ممكن نبقى سريعين شويه. انا طولت شويه في الاول عشان افتكرت ان هو بيحط على نفسه بفات. بس مش مشكله ابدا، انت كده هتبقى في التوب 10 تقريبا. هشوف. اه زي ما انت شايف كده هتبقى يعني توب 11%، مش وحش ابدا. انا لعبت رن واحد قبل ما اصور لكم الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا توب 10 4300 بوينت، مش وحش ابدا. هوديكم بقى دلوقتي الفاست فارم تيم. وده هيبقى الفاست فارم تيم بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ال ار اسكانور روكسي، وانا سميته جريز زي ما انتم عارفين. ولسه في الباك لاين، لسه حطيته في الباك لاين عشان الهولي ريلك بتاعها بيديك اتاك ريليتد ستاتس 50% اتاك ريليتد ستاتس. وحطيت اتاك فوت كمان عشان نحاول نخلص الراوند في 3 ترنات زي ما قلت لكم. هتشوفوا دلوقتي. نحاول بقى ننجز. انا هسيب الباف كانسل عشان السكند فيز. واضرب ايه كل السناجل تارجت اللي معايا. زي ما انتم شايفين كده هضرب ايه خليني اضرب السنجل تارجت ايه الاي وي والسنجل تارجت. نشوف كده الدنيا تمشي ازاي. زي ما انتم شايفين كده وان شوت حرفيا. روكسي بصراحة في البي في اي اكتيفيتيز قوية جدا، غير البي في بي طبعا قوية برضه مش وحشة. جالان زي ما انتم شايفين كده لسه عايش. احنا هنخلص التيرن الراوند اللي جاي على طول. ايه هضرب ايه السنجل تارجت الليفل 1 بتاعت روكسي. وهعمل ميرج للكارد كده عشان ايه افضي مساحة في ايدي. واقوم قافل اخر كارد. الراوند دي بقى زي ما انتم شايفين كده هعمل باف كانسل لجالان. وهقوم ضارب عليه باف كانسل لجالان. وهقوم ضارب عليه السنجل تارجت بتاعت اسكالون. وهقوم ضارب هنا ليفل 2 سنجل تارجت بتاعت روكسي. مش عارف هو اسكانور بصراحه ما بيترتش ليه، بس ماشي. انا تقريبا حطيت له اتش بي جير. زي ما انتم شايفين كده ملاس كده معاها زي ما انتم شايفين المورتاليتي كانت لسه موجوده اتشالت دلوقتي.
بس الراوند الجاي هضرب اي وي وخلاص كده، حرفيا في 3 ترنات، يعني مفيش اسرع من كده. سوري. هنضرب اي وي وخلاص كده، شكرا. ناقص بقى بقية الكاردات. بس كده، زي ما شايفين كده في 3 ترنات، ده كان الفاست فارم تيم. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تسيبوا لي رايك في الكومنتس، ولو في اي طلبات تسيبوها لي تحت في الكومنتس ان شاء الله هرد عليها. بس كده، وسلام.